في عالم اختزلت فيه الأزمنة والمسافات، صار الإعلام لاعبا أساسيا في صناعة وتوجيه السياسات التنموية للحكومات وإخراجها من مراكز القرار إلى عموم الناس. دور الإعلام الجهوي كقاطرة للتنمية الشاملة بعد الثورة بين ما هو موجود وما هو منشود، مثل موضوع حلقة نقاش بين إعلاميي جهة صفاقس تحت إشراف منتدى الأكاديمية السياسية. يندرى الإعلام، فما إعلام جهوي من ناحية التكوين العلمي أو ما فماش. يندرى إعلام جهوي فعلا هو يستحق بيده للتنمية، لأنه مرتكز على مراسلين ومراسلين جهويين ربما وضعيتهم معناها ماهيش باهية من ناحية معناها المادية ومن ناحية حتى المهنية والقانونية. هذا يكونوا نحبوا نتناقشوا فيه. فما مشهد إعلامي ضعيف وقت اللي احنا توا ماشيين في منطق التنمية الجهوية. ما نجموش نتكلموا على التنمية الجهوية إذا كان يكون فما أسس هائلة ومعناها مهمة فيما يخص الإعلام الجهوي. إلى أربقة المحاكم. استعداد البلاد لخوض انتخابات المجالس المحلية والجهوية قبل موافى السنة الحالية يعتبره محللون المقوم الأبرز لأي قفزة تنموية منشودة، استحقاق أثار نقاشا حول مدى جاهزية الجسم الإعلامي بالجهات بما لديه من إمكانيات لإنجاحه وتأمينه. صحيح صارت انتخابات على مستوى رئاسي وتشريعي، واليوم نستعد لتكريس هذا النهج نتاع اللامركزيه والسلطه المحليه والحوكمه المحليه. اليوم انا اعتقد في تقديري الشخصي وانه المنظومه الاعلاميه الجهويه في تونس ما ارتقتش الى حد الان الى المنظومه التي تمتلك كل الادوات حتى ان تدفع باللامركزيه نحو الامام. في بعض الأرياف ضعف الإمكانيات اللوجستية بالجهات وتواصل استئثار المركز بالحيز الأكبر من الحظوة والاهتمام عوامل اعتبرها المشاركون مكرسة لتهميش وتبعية الإعلام الجهوي ومقلصة من عمق القضايا والمشاغل المطروحة، كما حذروا من خطورة الانزلاق نحو التعصب الجهوي على مستوى الخطاب الإعلامي. ثم المسألة الثقافية الذهنية، ديما المركز هو مركز والجهات هامش في كل شيء. مازلنا للأسف عكس التجارب الأوروبية مثلا المتطورة أنه الإعلام الجهوي عنده موقع قوي برشا. هو الإعلام الجهوي يهتم بكل ما هو في واقعه في محيطه الجغرافي، نحب نعاود نأكدها، محيطه الاقتصادي والسياسي والثقافي وغير إلى غير ذلك. ولكن ديما المحاذير هو أنه ما توليش الجهة فقط، لا، ثم حاجة مشاركة اسمها الوطن. الإعلام الجهوي سيأخذ مكان. نجاح الإعلام الجهوي في لعب دور متقدم على مستوى دفع التنمية بالجهات يستدعي بالضرورة تنفيس ارتباط المؤسسات الإعلامية بالمركز على مستوى الأولويات ومراهنة أكبر على إعلام القرب وملامسة المشاكل الحقيقية بدواخل وأعماق البلاد. أحمد البهلول، قناة المتوسط، صفاقس.